السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه بصل بس تحفه جدا. يعني هنعمل محشي بصل بس هنعمله بطريقه مختلفه. يعني مش هنعمله بخلطه المحشي العاديه، لا هنعمل له خلطه حلوه تانية خالص. وكمان هنسويه في صوص حلو جدا وهنحطه في فرن البوتاجاز. يلا نبدا الطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحضر وok واحط فيه معلقه سمنه و3 معالق من الزيت، وهنزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه. والنص كيلو لحمه المفرومه دي مش هستخدم منها غير ربع كيلو بس، لكن انا دايما لما باجي اعصج اللحمه بعمل نص كيلو وبسيب الجزء التاني في الفريزر متعصج. هكون فرمه بصلتين وسط، او مقطعاهم مكعبات. انا هنا مقطعاهم مكعبات، يا ريت تقطعيهم مكعبات يكون افضل، مكعبات صغيره. وكمان معلقه صغيره من الثوم المفروم وهحطهم على اللحمه المفرومه، بس بعد ما اتفكت واتشوحت شويه، لان انا بحطها متفرزنه. فبغطيها واسيبها لغايه ما تفك اللي معايا اللحمه واشوحها شويه، وبعد كده ابدا احط البصل والثوم. وحطيت عليها نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه من القرفة، وكمان حطيت كمون ومعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من بهار اللحمة. وهشوح بقى كل الحاجات دي مع بعض. معايا جزرة مقطعها قطع صغيرة بالشكل ده، وهحطها على اللحمة وهشوحها كده مع بعض. وبعد ما شوحتها هنزل بمعلقة كبيرة من النعناع. ما هو نعناع مجفف وبفركه كده بايدي ساعة ما باجي استخدمه. وحطيت كمان حوالي 4 معالق من الكزبرة على الشبت على البقدونس. وده قبل ما هنزلها على طول من على النار. قلبتها كده تقلبتين، واحط عليها معلقه كبيره من الصلصه البيتي، وكمان 2 معلقه كبيره من دبس الرمان. هشوحهم كده مع بعض بقى تشويحه كده بسيطه، يعني تقلبتين كده بس. هنزلها بقى من على النار وهسيبها تبرد. معايا بقى 4 بصلات، هشقهم كده لغايه النص. تقدري تزودي او تعملي الكميه اللي تحبيها بالظبط كده لغايه النص. هكون بقى في الاثناء دي محضره ميه ومحضره حله وسايبه فيها ميه بتغلي. واول الميه ما تغلي هنزل فيها البصل وهسيبها 4 دقايق بس. هسيب فيها البصل 4 دقايق وبعد كده هشيلهم. هكون غاسله نص كوبايه من الرز وسيبتها تتصفى، وبعدين احط عليها خليط اللحمه المفرومه بالجزر اللي عملناه بباقي المكونات يعني. هنزل بيها على الرز. هقلب بقى المكونات دي كده في بعض كويس جدا لغايه ما يختلطوا ببعض ويبقوا بالشكل ده. يبقى انا كده الخلطه عندي جاهزه. بصوا معايا هنا بقى نص كوباية من صلصة الطماطم، حطيت عليها مجين من الشوربة، وحطيت كمان 2 معلقة كبيرة من دبس الرمان. ولو بتستخدمي مرقة دجاج تقدري تحطيه مكعب مرقة الدجاج. هسيبها بقى تغلي على النار. وبعد ما طلعت البصل حطيته كده في مية ساقعة، وبعد كده هبدأ اطلعه بالشكل ده. بصي بقى عشان تطلع معاكي بسهوله هتعملي ايه؟ تاخدي من الجزء ده تطلعي جزء، ومن الجنب التاني تطلعي جزء. هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهوله. هوريكي واحده كمان، بصي الجنب ده والجنب ده، وبعدين تشيلي من النص هتلاقيها طلعت بسهوله كده. اما بالنسبه بقى الغلاف الرقيق اللي بيبقى موجود بين طبقات البصل، ده براحتك لو حابه تسيبيه او تشيليه. يعني انا في جزء سبته وفي جزء شيلته، يعني مفيش منه اي مشكله، في الحالتين بيطلع النتيجه واحد. يبقى انا كده حضرت الخلطه اللي هحشي بيها، وكمان عملت البصل، وسايبه الصوص اللي هيستوى فيه البصل على النار. تعالوا بقى نبدا نحشي ونشوف هنعمل ايه. جبت بقى الصينيه الحلوه بتاعتي الصغيره دي حوالي 20 سنتي او تقريبا هي 20 سنتي. ودي الخلطه معايا جاهزه اهو، وده البصل اللي فتحته من بعض. تعالوا بقى نبدا نحشي. بصوا همسك الجزء بتاع البصله بالشكل ده وهحطه كده وهلفه. بصوا منتهى السهولة وسهل جدا، من الوصفات السهلة جدا في حشوها، وكمان من السهل جدا في أكلها. وحاجة كمان، الخلطة بتاعتها مختلفة جدا، بتدي طعم حلو جدا للبصل، غير الحشوة العادية. لما بنعمل المحشي العادي الخلطة بتاعته بنحشي بالبصل، البصل بيكون مش مستساغ أو مش مستحب خالص، وأكله فعلا بيكون مش حلو، طعمه مش حلو. لكن الخلطة دي مع الصوص ده هيخلي لكم طعم البصل حلو جدا. جربوها تشوفوا بنفسكم. خلاص بقى هحشيه بالطريقه دي. احنا شفنا كده واحده كمان اهو. وتنفضي بقى الرز كده تشيليه منه علشان يفضل في الصينيه نضيف، ما فيهوش اي رز يقع منه، يبقى فاضل معاه بس الصوص.
هرصه بقى في الصينيه بالشكل ده. والبصل اللي بيفضل في الاخر خالص ده، الجزء الصغير ده، تقدري تحطيه وترصيه زي ما انا عاملاه كده في الصينيه. هجيب بقى الصوص بتاعي بعد ما غلى وحطيته على البصل بالشكل ده. لقيتها ناقصه شويه، ممكن هزودها شويه ميه او شوربه عندي واحطهم تاني في الصينيه. يعني ما يبقاش مغطيه قوي، يعني يبقى لغايه 3/4 كده بالشكل ده. خدي بقى من الصوص وحطي على البصل من فوق علشان يديكي لون حلو. وبعد كده هاتي الفويل وغطيه، ودخليه في الفرن على تاني رف من تحت. دخليه على درجة حرارة 180. أول ما تدخليه حطيه على درجة 200 ربع ساعة، وبعد كده خليه على درجة 180 عشان كمان الرز اللي جواه يستوي. هدخله بعد كده لغاية ما ياخد لون بسيط قوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وخلص معايا، شرب الصوص واتبقى بقى منه جزء صغير، وهو ده طبعا المطلوب يبقى بالشكل ده. وكمان ما يبقاش لا ياخد لون من تحت. ما يبقاش ياخد لون من تحت يعني ايه؟ يعني ما يبقاش ملسوع او اخد لون حرق يعني. يعني يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تعالوا بقى نشوفه كده بقى مع بعض، نفتح واحده كده ونشوفها. شايفين البصل مستوي والرز من جوه مستوي جدا وتحفه قوي قوي. الطعم كمان يا جماعه، والريحه مش قادره اقول لكم الطعم حلو قد ايه. يلا بقى، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.